تفاصيل جديدة في جريمة حادث المنصورة كشفها فريق المعاينة. أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين. كوب شاي وعقب سجارة وسكين أحراز تم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة في حادث المنصورة داخل منزل الشاب حمادة العجوز المتهم بقتل زوجته في قرية تيرة بالمنصورة قبل الظهور في بث مباشر على منصة التيك توك بجانب جثمان زوجته بعد ما خلص عليها ومعاه 3 بنات بيجلسوا على السرير الملقى عليه جثمان والدتهم في مشهد مؤلم جدا. طبعا بعد ما وصلت النيابة في مسرح الجريمة داخل بلكونة المنزل تم العثور على كوب شاي وفيها سيجارة، واعترف أمام النيابة إن هو جهز كوب الشاي ده بعد ما خلص على زوجته ودخل بلكونة المنزل وكمان أشعل سيجارة. وبعد دقايق معدودة وصل عدد من الجيران وأقارب الزوجة وكمان الشرطة تمكنت من القبض عليه. أما الأدوات اللي تم استخدامها من قبل المتهم في الجريمة عثرت النيابة العامة وفريق البحث الجنائي بجانب جثمان المجني عليها البالغة من العمر 26 سنة خلال معاينة مسرح الجريمة على سكين، وطبعا تحفظت عليه الشرطة وباقي الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة. والشرطة أرسلت الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية علشان يتم فحصها وإعداد تقرير حول حالتها الفنية وموافاة النيابة بنتائج ما أسفر عنه أعمال الفحص. أما خطة الانتقام اللي كان بيرتب لها حمادة العجوز المتهم أمام النيابة فهو اعترف بجريمته جريمة قتل زوجته وبرر الموضوع أو الجريمة دي بأن زوجته كانت دايما بتفتعل المشاكل معاه باستمرار وأن هو خلص عليها انتقاما منها بعد أسبوع بس من ردها لأسمته مرة تانية، وإن هو طلقها قبل كده بشهرين بسبب حدوث مشاكل ما بينهم وبين بعض، وبعد كده رجعها تاني ظنا منه بأن زوجته هتتوقف عن الافتعال للمشاكل اللي كانت بتعملها. والكلام ده اللي قاله قدام النيابة واللي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. أما بقى محامي بيشرح عقوبة القتل العمد وبيقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقد في حديثه ان عقوبة القتل العمد وفقا لقانون العقوبات اللي بتنص على ان يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى. وطبعا ده الظرف المشدد اللي بيفترض ان الجاني قد ارتكب الجريمة دي، ده طبعا لجانب جناية القتل العمد، وطبعا هتكون بجانبها جريمة أخرى حصلت في فترة زمنية معينة وبتكون قصيرة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بآخر المستجدات اللي حصلت في حادث المنصورة وقتل الزوجة زينب. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة. كان معكم محمد سيف، السلام عليكم.